بصي بقى الصندوق ده حد بعته لي هديه، وكل ما اجي افتحه يطلع لي زي فزوره كده، وطب مش عارفه مش فاهماه خالص. يا سلام. والله بصي اهو شايفه؟ شايفه ايه؟ مفيش حاجه يا اسماء. مريم ما تهزريش، ركزي. بصي شايفه الكلام اللي فوق ده؟ هو الصندوق ده مش عارفه لعبه ولا ايه، هو بيطلع لي دايما الكلام ده، ودايما بيدخل لي تحدي وسؤال. مفيش حاجه يا اسماء. مريم ما تهزريش. مش بهزر فيك، بس مفيش حاجه. مريم انت اللي بعتة الصندوق ده على فكره. لا فعلا والله ما أنا. يعني انت مش شايفه الكلام اللي فوق ده؟ مفيش حاجه. ما تهزريش. مريم انت بتهزري. انت اللي بتهزري يا اسماء، مفيش حاجه فعلا. انا ما بهزرش والله. صندوق عادي بس مفيش اي حاجه. ايوه يعني ايه صندوق عادي ومفيش اي حاجه؟ يعني انت مش شايفه الكلام اللي بيطلع فوق؟ مفيش حاجه فوق، في سقف. طب وبعدين؟ طب انا الصندوق ده بيعمل معايا كده كل مره على فكره، بشتغل بيه وما بيرضاش يفتح غير لما برد وبجاوب على الاسئله اللي بتطلع. اسماء انت كويسه؟ يعني ايه كويسه؟ مش فاهمه. انت كويسه؟ ايوه يعني ايه كويسه؟ مش فاهمه. يعني مش انت اللي بعت الصندوق ده؟ لا مش انا طبعا. يعني انت مش شايفه الكلام اللي مكتوب فوق؟ يا بنتي مفيش حاجه، كلام ايه؟ مفيش حاجه، وده صندوق عادي. طب انا عايزاك انت تجربي تفتحيه كده. انت هتجربي تفتحي الصندوق وهنشوف انت هيطلع لك الكلام زي ما بيطلع لي ولا لا. يلا. تمام مش مشكله. مفيش حاجه، صندوق عادي. على فكره بقى انا قفشتك، انت اللي عامله كده. ايوه اشمعنى فتح معاكي وكل مره انا باجي افتح ما بيفتحش معايا ليه؟ اصل انت كويسه الوقت على فكره. ماشي. طيب بصي انا هقفل وانا يعني مش هو فاتح معاكي يبقى هيفتح معايا. وبعدين ده مقلب صح؟ مش انا فعلا، مش انا، ومفيش حاجه قدامي. يعني انا شايفه ان هو صندوق عادي جدا، حتى لو فتحته عادي جدا. مش عارفه بقى. اسمعي انت كويسه؟ اسمعي ايه دي؟ ما تنفعليش، اطلعي من هنا بالراحه وانا افهمك كل حاجه بس بالراحه. ايوه انتوا مين بقى؟ انتي قلتي لي اسكت ومعلش صوتي عشان محدش يسمع. انتوا مين؟ يعني ده مقلب مثلا ولا ده ايه؟ فاكره لما اخترتي ان انت تبقي من المصلحين والصندوق طلع لك اختيارات واخترتي؟ ده القرار اللي انت خدتيه. علشان كده كنت دايما بيقع قدامك تحديات، والتحديات دي بيبقى قدامك اختيارات، اختيار صح واختيار غلط. انت اللي بتختاري الاختيار المناسب ليكي، والاختيار المناسب ليكي ده بيبقى بناء على انت نفسك طيبه ولا نفسك اماره بالسوء وبتسوقك للسوء. وهو المفروض ان دايما بيضللك وبيديك الاختيار الغلط. علشان كده انا دايما كنت بحاول اساعدك واديكي اشارات للاختيار الصح. ايوه يعني هما الناس كلها في العالم كله ماشي في صندوق بيوجهه وبيقول له اختيارات ولا ايه بالظبط؟ انا مش فاهمه حاجه، انا مش فاهمه وتايهه. لا الصندوق مش مع كل الناس، بس كل الناس بيقع قدامهم اختيارات، وكل الناس احنا بنحاول نساعدهم ونرشدهم للصح. بس في ناس للاسف نفسهم ساقتهم وسمعوا كلام الشيطان لدرجه ان نفسهم هي اللي بقت بتأمرهم بالشر اكتر ما الشيطان بيأمرهم بالشر. هو موجود دايما على طول، واحنا كمان موجودين. الخير والشر موجود في كل امور الحياه، موجود عند الناس كلها، وكل بني ادم بيختار هل هيمشي في طريق الخير ولا طريق الشر. علشان كده دايما الخير بيحاول يوجه الانسان ان هو يختار الاختيار الصح. انا عارفه ان انت دايما كنت بتحتاري ما بين الاختيارات اللي بتتحط قدامك، وعارفه ان انت مش عارفه الاختيار الصح من الغلط، وده مش انت لوحدك، الناس كلهم كده. اي بني ادم بيتولد ويتخلق هما بيكونوا معاه واحنا بنكون معاه، بس زي ما قلت لك كل بني ادم او كل انسان بيقدر يسيطر على نفسه ويوجه نفسه صح. بعد كده نفسه هي اللي بتسوقه وبتأمره ان هو يختار الطريق الخير والطريق الصح ليه. انت بقى لما بيقع قدامك الاختيارات وبتبقي تايهه، في الاول وفي الاخر القرار بيكون ليكي. احنا ما بنعملش اي حاجه لاي انسان غير ان احنا بنديله اختياره.
هو بيحاول يخوفك ويديك الاختيارات الغلط، وطول الوقت بيحاول يحسسك بالفقر والعجز وانك قليله، وطول الوقت بيخليكي حزينه علشان تتشتتي وعقلك ما يكونش موجود كويس وما تبقيش عارفه تفكري تمام وتختاري الاختيار الغلط. علشان كده هي دي وظيفته زي ما بيعمل دلوقتي. وما تخليش اللي هو بيعمله يهزك، خليكي قويه وخليكي فاهمه ان انت افضل مخلوق خلقه ربنا. علشان كده دايما ركزي وحاولي تتعلمي انك تختاري الاختيار الصح. ايوه انا المفروض دلوقتي اعمل ايه؟ يعني هو عمال يخوفني، انا اعمل ايه دلوقتي؟ كل اللي عليكي انك تطوري من نفسك وتتعلمي. التعليم الحاجه الوحيده اللي هتخليكي تفهمي الصح من الغلط، هي الحاجه الوحيده اللي هتنمي عقلك وتخليكي تعرفي تفكري صح. ولما تعرفي تفكري صح هتختاري الاختيار الصح اللي هيخليكي عايشه مبسوطه في الدنيا، وان شاء الله في الاخره هتبقي عايشه في نعيم برضو. فحاولي بقدر الامكان تشوفي وتعرفي اللي المفروض تعرفيه علشان تختاري صح. واول حاجه لازم تعرفي عن نفسك اكتر. ربنا خلق للانسان كل العلوم اللي تقدر تفهمه وتوجهه صح، ولكن لازم تبعدوا عن طريق الشيطان، ولازم تبعدوا عن اي حاجه بتضللكم علشان تقدروا تختاروا صح. بما ان انت اخترتي تبقي من المصلحين، فصدقيني طول الوقت هو هيحاول يشتتك، لان هو دوره يشتت الناس اللي عندها نيه تساعد غيرها. فلو انت عندك نيه تساعدي غيرك حددي هدفك وكل يوم طوري من نفسك. بما ان انت مقرره ان انت تساعدي البنات، شوفي البنات محتاجه ايه، او انت ناويه تساعدي البشريه ازاي، وحددي هدفك ووجهي نفسك. دلوقتي هو بيخوفك علشان تخسري شغلك، ولما تخسري شغلك هتفقدي التركيز وتفقدي السيطره على اهدافك، لانك هتبقي من غير شغل مش قادره تعيشي كويس. فاول حاجه روحي بسرعه كملي شغلك. تاني حاجه فكري وقرري هتساعدي الناس ازاي، وزي ما انت مقرره ان مساعده البنات ومساعده الاسره علشان تبقى افضل وهتبتدي من اول عمود وهو البنات، صدقيني انت كده بتساعدي في صلاح المجتمع. ركزي في اللي انت فيه، مالكيش دعوه بمشتتاته، مالكيش دعوه بالناس اللي هو بيزقهم عليكي علشان يشتتوكي. حددي هدفك، ركزي واتجهي له فورا. يلا روحي. يلا يا اسماء بقى عشان هنتاخر.